حاجه. انا حسين. أطول شرابات. طبعا ان شاء الله لما تكون على شاشه كبيره هتظهر يعني براحتك. نقول لك الحمرا في الناحيه الثانيه. لا الو ماشي يا محسن. ما خلوش الناحية ده، ما خلوش الناحية ده عشان الصور. ده البغاء. خلي البين بتاعه بس يفتح. خلي بالك عشان الحمام واكل ممكن بس في اتنين عايزين مع بعض. بس تصدق ان هي طالعه شكلها جميل قوي في ربنا يبارك لك فيها. الله يخليك. يا انت لسه فاكرين. ممكن حضرتك تقفل اللمبه مثلا عشان لو حاج حسين. لا كده كويس بس ما يعملش ضوء عكس. عاوز تطلع تصور من فوق يا ممكن. فندم في سلم هنا اهو على فكرة. انت بتقسم البراند. حبيبي دخل البيت. الجملة الثانية؟ نعم. لا صورتهم انا. شكرا.
بس كده. بعد اللي عليه دي. لو تقدر تدخل اللي هو المكنه اللي بتعمل الدبل ده. شيل وداري. طبعا عشان ما يقومش. ده ممكن تخش عليه بالكاميرا هو بيشكل. ممكن تقرب له عادي. تركيزك دايما يبقى على الوسطى لان هو اجمل واحد فيه. ربنا يبارك لك فيه معاك. الله يخليك. يا خالد انا بوظت الكرمين. دول البول البنفسجي ده. ده بقى نفسك. حطه ثابت كده. يعني يوم بيض على فكرة صوف عليه. وايه الفرق بين لا الميزة دي؟ البيضة الاساس. الأساس البيضة. ربنا يبارك لك فيه. الله يخليك. وبعدين ده الحمام المصري أصلا. الصوافة الصوافة دي أصلا من مصر. اللي هو كان قريت السوق. لا تجيلي ايه الصعوبة انت عارفينها وايه وانت تجيلي عامل لي رقم التليفون بتاعه حاج حسين ما بيرضاش ينزل. حاج حسين عنده حمام يعني الله يبارك له فيه. ربنا يبارك له فيه. حمام كويس بس ما بيرضاش ينزل معارض. والشقق ايه ملهاش دعوه بالشقق. ده هو هياخد من اول السطوح. بس انا وقفت بسبب انه بيقولوا الحمام يعني الحمام مع الليله دي قلت له لا حمام انا اتحط لي في 120,000 جنيه قلت افتح الله وانا بتاع فلوس صرف. طب سؤال حضرتك بكم سعر الجوز الطاير عند حضرتك؟ تقريبا كده. ما هو الحمام ده منه بص، بيطير. لا اصل بص هقول لك على حاجه. اتفضل. الحمام الطاير ده حاجه والحمام اللي هو مطلوب كمواصفات انت عاوزها ما تخرش الميه حاجه تانية. هنا في حاجة الناس يعني ده موجود وده موجود خد بالك. ده موجود وده موجود لكن اللي هو ابو مواصفات ده دي بتبقى حاجات بتعتبر بالنسبه لنا ايه في الغيه وانت راجل غاوي فاهم. بتبقى زي حاجه عزيزه قوي. ايوه. ما بتتكررش كتير. صح صعب تاخد بالك لما يبقى عندك حصيله منها مثلا 20 30 حمامه بيبقى ده خير وبركه ده ربنا كرم عليك. تاخد بالك فلما بتيجي بتخرج من ورا السلاله دي. لكن ما تقدرش تخرجها هي لانك لو خرجتها هي لا مؤاخذه في التعبير مش هتبقى لاقي. صح تبقى المؤاخذه تاجر. بس كده. لا انا اللي بطلعه اللي هو الحاجات اللي ممكن تخرج. تاخد بالك اللي يخرج حاجه واللي يتغوى حاجه. صح. يعني حضرتك انت بتطلع الحاجات اللي ممكن حضرتك تخرجها. بس ما انا في سرده بتطلع منك كل سنه. انا بيطلع مني فوق عن 400 حمامه. ربنا يزيد ويبارك. وكل اللي جواه مصر بتاخد. ربنا يزيد ويبارك. ما بقولش لحد لا. لكن لو فضل وراك بقى نقطع الميه. الله ده انتوا عيال بقى. حتى الحمام. يا نهار ابيض. هو البول بنفسجي سليم كده. او دوت صوافه. صافي المصري اصلا بقى موطنه مصر. ده موطنه مصر. ايوه. الصف المصري. كل 11 الصبح كان بيجيب مش من الساعه. الناس كتير ما وكلمتنا. ليه خليها اصلا. لا مش هتطلع خليها. ايوه. بسم الله الرحمن الرحيم. سافر النهارده.
الزفر ده اللي بتاعهم. لما يجي يتصل بينا على الموبايل انا تروح قلت لك عشان عملت هو كان عندي. ماشي يا سرجاني، ماشي مستنيك. اتفضل. ازاي قبل ما حضرتك ده للتحضير. ده بتاع حمام التحضير. ويستحسن اي نوع اجمع ما بين القوه والحنيه، اللي هو اللي بيكون يعني مثلا ده نوع من انواع الشقلباز. ده نوع من انواع الشقلباز اللي هو عظمه رفيع. ده بيبقى حنين. وده نوع من انواع الرميات. ده بيبقى قوي. يبقى القوه مع الحنيه يديني انتاج اوفر. صح. يعني لا، ما هو اصل عشان ده عشره ضيق اجيب لك واحد عشره. خليها حضرتك عشان ما ترش. عبسي وكركات. هجيب لك شويه. لا هم خليهم عشان ما يكروش. ده كركندي اللي هو الرمادي والبديل الابيض. رمادي بالديل الابيض، وده عبسي اسود بالديل الابيض. عبسي مصري ده ولا عبسي شامي؟ عبسي شامي من مصر. هجيب لك شويه. العبسي وفي اللي هو كركندي. اطلع الكرسي احسن. هات الكرسي معاك. لا كده احسن كده احسن. سيبه هنا. عرض ازاي حضرتك؟ اي اهو. ده برضه مع الشوام. ده المكتب. هات لكر احمر من بره. سيبه خلاص. فيديو حضرتك ده للتحضير. ده التحضير. لا، ده حمام خليط ما بين الكينج وما بين الرميات للاكل عشان اكل منه. وبرضه التحضير مالناش غير التحضير. لا، ما بشغلوش تحضير، ده بشغل اكل منه. هو صح كده. ده كبر ده. مرقعة اكبر. دي الابيض. نص الشروال اللي ما صلى النبي. هيبقى حته اونطه كده. دول انا على فكره بقص الشروال لو بص مقصوص. ده زي الكتف عشان يقدر يطير.
حضرتك مطير دول ولا؟ بيطيروا. طايرين. هسيب لك واحد؟ لا انا اقصد يعني لازم يبقوا بصدر كده. وعاملين زي القط الرومي. تقليبهم ده ولا حاجه؟ هو ده تقريبا. سيبك من الحاجات الرفيعه دي مالهاش لازمه. ما تخلينا على الناحيه دي. طبعا اخو محسن الحاج جراد حسين قلب خالد مسود الأخضر بتاع منطقة مكة. الأخضر بتاع منطقة. فرد يا حاج ولا؟ ذكر. سلم محسن تصور لا عندك تسلم لي. شفت الكلام ده انت قبل كده؟ الصراحه لا. لا والكروت اللي مرسومه كمان شكلها ايه؟ يقول لك ايه الجدع ده بقى ايه؟ ده كده بقى التواريخ. التواريخ بتاع الحصل بتاع الحمام. على سبيل فيها حمام في زغالين ما بتفكش من الحصل. يقدر الحاج يقدر يساعدها في فك الحصل. والزغلول اللي انت تساعده في فك الحصى بيكون يشرخ له البيضة. لا بيكون حنين يعني بيكون غالي عليه. يعني أكيد واحد بيحن عليه. أكيد. تعالى شوف دي لولين واخدين قيمة واحدة ولا لا؟ لأن لو القص ادى قيمة ادى فرد حمام أكتر من فرد حمام التاني بيضعف أو لأسوأ الاحتمالات بيبقى طالع مضعون حجمه ضعيف ما بيديكش الأطوال ما بيديكش الحاجات اللي أنت عاوزها بتقل. انت بتساعده بقى؟ بتساعده بأكل يبقى ناعم زي نظام البودر كده اللي بيها إن إيه يبقى طالع في نفس التكوين بس تبعد عن أي حاجة فيها أعلاف. ازاي بقى يا حاج؟ يعني بسيبك من العلف اللي هو الحاجات المصنعة في الحمام بالذات لأن في الحمام درجة الحرارة فيها 40 درجة مئوية تاخد بالك. في الحاجات التانية ده هي بتخلي الحمامة تفور لكن ما لهاش أي لازمة ما بتفيدكش. اولا ما او من الامراض ما تيجي تهل على الحمامه تبص تلاقيها بتتقبل كل الامراض وبسهوله جدا. تبص تلاقي حته انك تلاقيها تخليها تمسك مثلا الطريق اللي بها انها تعيش معاك بتبقى قليله جدا برضو. لكن الكلفه الطبيعيه اللي هي الحاجات الطبيعيه اللي خلقها ربنا سبحانه وتعالى بتبقى افيد كتير جدا للطير وبالذات الحمام. دول احنا بنبص عليهم على اساس ان ايه لا يكون واحد واكل اكتر من واحد لان ده عظمه اضيق من ده فبالتالي هم هيزقوا ده اكتر من ده عشان ده عظمه اقصر من ده ده عظمه اطول من ده فيروحوا مظالمين ده على طول. فانت لما تراقبهم كده هو بالتالي ان ده مش هيقل معاك في الكلفه هياخد نفس التغذيه اللي بياخده اللي هو بعظم جاي شويه 100 100 برضو دي زغاليل بلق خضر زغاليل صغيرة بيطلع فيهم الخدين يمين وشمال والأرضية ديت اللي هي فيها شيء من السماوي نفس الكلام. هنا برضو ده زغلول أخضر نفس المستوى أو نفس الكلام بيبقى فيه الخدين خد كده هون وخد الناحية الثانية المسلة هنا مشقوقة العظم طلع من دماغه اللون
يعني بيبقى ده فيه شوية ديفوهات بسيطة اللي هي الحتة الخلعة ديت، بس بتيجي يعني من ضعف الدم لما الحمام يتقرب لبعضه بتحصل الحكاية دي، فلازم يدخل دم غريب عشان تقدر تتفاوت تبعد عن الايه الأخطاء اللي بتطلع. شفت ده؟ الله يبارك لك، وانا ساكن مش عاوز اتكلم. الله يبارك لك. في ضروره يا حبيبي، انا ضروره لسه في وشك. خدوا له ريشه. حضرتك عامل القطعات دي يا حاجة؟ انا اللي عاملها دي. حلوة. تسلم ايديك. يعني كل واحدة بفكر جديد، حتى الغاية فوق ليها فكر. طب ما دي هواية بقى. انا ما مش شغلتي على فكرة، بس بحب اتسلى كتير. في فراغ فلازم تتسلى. افضل من كده. ده اللي هو اللون الاصفر. ده اللون الاصفر. خدين البطحه فله. نعم. والخدين البطحه وفله. في منه اللون الصف المخضر بس اللي جوه ده اصفر يا حاج. اللي جوه دي لمبه نايله. دول اللي هم الصغيرين اللي هم بيطلعوا الفروخ، بنسيبهم في مكان زي ده على اساس انهم يكبروا بالتدريج، واللي يجهز منه بنشيله على اساس نفروخ. في فوق بقى، في فوق. وجه وجه. امانه. أمانة ربنا. انا ببيع هنا ب 1200 جنيه الجوز. أمانة. يستاهلوا. ده هنا في مصر. ما اعرفش بقى اشتراه عبد الناصر ده مصر. الله نصيب. خدوا بكام؟ خدوا ب 650. لا بيتكلم جد. والله. دفع لك؟ دفع منهم 300 جنيه ولسه ال 350. يعني خدوا ليه يعني؟ كان ليه سكه. عاوز يخش في الحمر. افرد جناحه عادي عادي. اتفرج عادي. اتفرج عادي يفرد جناحه كده وبتاع. وصفة استاذ ممدوح انت بتتكلم. استاذ ممدوح اوصف حضرتك الفازور الاحمر ده. اوصفه؟ الاحمر غزار، عظمه تقيل قوي، دماغه مظبوطه، لونه حلو. الحاجات دي مش موجوده الا عند الحاج حسين المهدي طبعا، لان هو سابق، يعني في موجود في مصر كتير بس هو سابق ناس كتير يعني في تقليبهم. تقل العظم ده مش هتلاقيه يعني عند ناس كتير. حمار في الجناح. افرد الجناح يا حبيبي. افرد الجناح كمان بعدين. صوتك انت بيطلع من صوتك منيل. وعلى فكرة ده شاب صغير كمان، يعني المفروض ان هو لما يبات السنة دي يزيد كتير قوي عن كده. ان شاء الله. ربنا يبارك له فيه. ده أبلق بنفسجي،
من الحاجات اللي بقت قليله عند الغواء قوي دلوقتي المظبوط فيها. الحلو فيه بقى قليل جدا عند الغواء. طبعا عند حسين مميزين بان هم تقليبهم كويسه قوي. ابو الحمام ده يمكن ما فيش زيه في مصر. تقليبه حاج. تقليب البنفسجي طبعا المفروض ان هو بتبقى دماغه دايره وليه قوره وعظمه مقنير وقصير، نقول احنا عليه مسمسم، يعني بيبقى زي السمسمه. العينين لازم تبقى زيتي قوي وجفن ابيض. الجت تكاد تكون لون البنفسج والدبك ابيض تباشير. وعظام رقيقه قوي بتبقى يعني عباره عن ريش بس. ورق. ورق يا ابو الحاج. ورق، حاجه ورق. ده لون الدبك بقى. بص لون الدبك هنا مميز جدا يعني. اللي هو ده. افرد كده يا حبيبي، اسكت. انت يا اخي قول له ريشه ملضم ده يطير كويس. بالنسبه للنش الحمام ده بيبقى جامد جدا في حكايه النش المصري. يعني لما بننش هنا في مصر بيبقى من الحمام الجامد جدا اللي هو صعب ان هو بيروح يعني. صعب الضرب. صعب الضرب. صعب يضحك عليه. النوع ده بالذات يعني. تاني الواد ده قبل اخضر من الحاجات اللي هو بيمتاز بيها حسين المهدي. عرض الدبك، لون الارضيه، تركيب العظم بالدماغ، العينين بالجفن، هو بيمتاز بيهم قوي حسين المهدي.